يا أيها المشغول بالكراسي، يا أيها المفتون بالخشب، حزنت حتى مالت الرواسي، وضحكت حتى صفق القصب. سنبدأ من حيث بدأت، ومن حيث لا تنتهي ننتهي. القادم من أرض الحصاد، توأم الصوت، البريد الذي وصل ولم يقرأ. الشاعر الدكتور عارف الساعدي معي ومعكم في الطريق لهذا المساء. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا، اهلا بك عزيزي. نورت الدنيا. نورك حبيبي. أنت تسلم. والشعر اثنين ولا واحد؟ واحد. واحد. أي. مالك ثاني؟ يعني دائما اقولها الثاني والثالث والرابع هي هوامش. هوامش. المتن الاساسي هو القصيده. لو دخلت أنت والشعر في معركة، من سيسقط أولا؟ آه، شيخنا الجواهري يقول: انا في ركاب الشعر ان لم احده، واذا حدوت فانه بركابي. ما شاء الله. وأنت على هذا الطريق. بعد هو معلمنا. الشعر لا يحمي شاعره. الشعر يعني هو هوية. طيب. بالنسبة للشاعر الذي يتخذ من الشعر سلوك وحياة، ويعني ما يقدر الصبح يقعد إذا ما يفكر بالشعر بالنتيجة. كيف يطور الشعر، كيف يستثمر كل ما يمر بحياته في النهار والليل لخدمة القصيدة. بهذه الطريقة تعامل مع الشعر. حافظ حياتك كلها؟ لا. ما تتذكرها؟ لا. أوف. لا اتذكر يعني، بس بالنتيجه اكو اشياء تسقط يعني بالتقادم. حملت الممنوعات؟ تقريبا. إذن أنت لا تخشى نقاط التفتيش يعني. والله الخشيات هي متنوعه، يعني اكو خشيات اجتماعيه وخشيات دينيه ونقاط تفتيش عامه وخاصه. قسم بحماقتنا نتجاوزها، وقسم بخوفنا من المجتمع نلوذ خلفها أو نتسلل. فنقاط التفتيش كثيرة في حياتنا. العرب على صلح مع الشعر؟ العرب لا يملكون غير الشعر. أها. العرب يعني المادة الأساسية لثقافتهم ووعيهم تشكلت من خلال الشعر. وقديما قالوا أن الشعر هو ديوان العرب. من الشعر انبثقت الحكايات والأمثال حفظوا تواريخهم وحفظوا حياتهم، وكل تفاصيلهم حفظت من خلال الشعر، لذلك سموه ديوان العرب. هل تعرض العرب إلى خديعة شاعر؟ كتبت فيما يعني في السنوات الأخيرة في الدراسات الثقافية أن الشعر عرض متلقيه إلى أكبر خديعة عندما دسوا الأنساق المضمرة بالبلاغة المبهرجة والجميلة. تجد قصائد جميلة وأخذت نماذج عظيمة للمتنبي مثلا، نماذج عظيمة من الجمال في اللغة والصورة والبناء، ولكن فيها أنساق بدوية وفحولة عالية تسخر من الآخرين. أي عظيم أتقي أي مكان أرتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعر